عباد الله، لكسر الوقت سأكون معكم واعظا في دقيقة ومؤبدا وشاكرا. أما الوعظ يقول الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. هذه الآية ضربت على باب قلبي حينما كنا في الجنازة ورأينا سرعتها ونحن نهرب. كنت أقول: يا أبا خالد الصابرين على خير، الصابرين على خير. هذه تحدث لنا بنموذج الصحابي الجليل بلال بن رباح. عانى في مكة والصخر عليه وحر الشمس يضرب جسده، لكن بالنهاية صعد بلال على ظهر الكعبة مؤذنا، وكانت الرسالة أن بلالا اليوم عند الله أعظم من البيت الحرام. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، سمعت صوت قدميك بالجنة، فإذا أعظم الزاد وتقوى الله. باختصار. أما مؤبدا، أوددت يا أبا خالد أن أكون اليوم وهذا عزائي فيك مؤبدا لرجل من رجال نابلس. أبا خالد عندما أقف أمامه مؤبدا الرجل الأمين، التاجر الأمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين، ونشهد على ذلك، يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء. هذه نقطة في صفة عظيمة في أبو خالد. أبا خالد أيضا كما عهدناه أنا منذ 15 سنة وأنا صديق للعائلة، بل أعتبر نفسي من هذه العائلة. كان من الذين يصلون الأرحام، بل يقدسون ذلك كما أمر الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: خلقت الرحمة وشكرت له اسما من اسمي، من وصله وصلته ومن قطعه. في صدق يا أبا خالد رحمه الله كان صابرا في موقف منذ سنوات قالها والله قدام. قال لي: يا بني، إذا وقع المصاب أهم شيء لا تجزع. يا الله، والله هذا كلام الذهب، لا تجزع. رأيناه صابرا محتسبا، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أبا خالد، لأن نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون، فموعدنا غدا في دار خلد يلتقي فيها ويحيا فيها الحنون مع الحنون. رحمك الله يا أبا خالد. أما شاكرا من لا يشكر الناس، وأخيرا لا يشكر الله سبحانه وتعالى. وأنا أعتبر نفسي من هذه العائلة، زي ما بقول لأخوي هذا أبو عماد: أنت أخونا الثالث باسم آل البوس، وأنسبائهم وأقربائهم وأصدقائهم أبناء المرحوم عبد الفتاح البوس، عم أشوف الفقير، أبناء المرحوم. وهذه والله أسعد قلبي، أبا خالد البوس، خالد وإيهاب. نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من حضر إلى هذا الديوان أو تواصل معنا معزيا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن سأل عن الوالد سواء كان بالمستشفى أو سواء كان بالبيت في فترة ماضية، وإلى كل أبناء شعبنا من مؤسسات مدنية وأبناء شعبنا كلهم باسم نقول لهم: شكر الله سعيكم. وفي هذه اللحظات ارفعوا أيديكم تضرعا إلى الله لنختمها بالدعاء: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اخرجه من ضيق اللحوم ومواقع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم تقبل إحسانه وتجاوز عن سيئاته. اللهم إنه ابتلي بالمرض فكان صابرا نعم العبد إنه أواب. فانزه الآن يا الله مقعد خير وبركات عندك يا الله. اللهم إنه حج بيتك واعتمر لأجلك ووصل ما أمرت من الرحم، فتقبل منه يا عظيم يا جبار يا الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وبعد هذا